في افلام كده لو انت مخنوق ما ينفعش تشوفها، لان الافلام دي هتسبب لك اكتئاب. وفي افلام بقى لو انت مخنوق لازم تشوفها عشان تخرج بره مود الاكتئاب ده. والنهارده بقى جيت اقول لك على 6 افلام رايقه كده لو انت مخنوق يبقى لازم تشوفها. الفيلم رقم 1 معانا هو فيلم الناظر، وفيلم الناظر هو فيلم من انتاج سنة 2000، والفيلم ده بيعتبر تاني بطولة للفنان الراحل علاء ولي الدين. والفيلم ده هو فيه نوستالجيا غريبة كده للطفولة، يعني لما بتفرج على الفيلم ده بفتكر ايام ما كنت صغير كده وايام ما كنت بروح المدرسة اي نعم ما كنتش بحب اروح المدرسة قوي، بس يعني بفتكر ايام حلوه جدا وانا صغير. والفيلم برضو مليان افيهات كوميديه مضحكه قوي. الافيهات دي بقى سواء من علاء ولي الدين او محمد سعد او احمد حلمي او الاسطوره حسن حسني. ومحمد سعد واحمد حلمي بعد الفيلم ده على طول عملوا اول بطوله مشتركه بينهم هما الاثنين، وهو فيلم 55 اسعاف لو في حد يفتكر يعني. وبالمناسبه فيلم 55 اسعاف برضو من الافلام المقربه جدا ليا، واللي لسه الجمهور لغايه دلوقتي مستني 66 مطاف. وفيلم الناظر هو بيعتبر من اعلى الافلام تحقيقا للايرادات في سنه 2000. الفيلم ده بمجرد ما هتشوفه بس كده هتخرج من مود الاكتئاب وهتضحك، ولو ما ضحكتش حتى الفيلم فعلا هيخرجك من مود الاكتئاب، لان احداث الفيلم هي احداث حلوه قوي. والفيلم رقم 2 معانا النهارده هو فيلم الباشا تلميذ من بطوله كريم عبد العزيز. ايوه شفت، انا اول ما قلت الباشا تلميذ كده انت جالك شعور بانك عايز تروح تتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده طبعا شارك فيه حسن حسني اللي ليه جزء كبير جدا او شكل جزء كبير جدا من افلام الالفيه الناجحه نجاح كبير، واللي ليه جزء كبير معانا في الحلقه بتاعت النهارده برضه. من الحاجات الكويسه في فيلم الباشا تلميذ ان هو فعلا فيلم مبهج جدا ومضحك جدا، وافيهات الفيلم ده ما زالت دمها خفيف وعايشه معانا لحد سنه 2023. الفيلم ممكن يتقال عليه ان هو فيلم لايت كوميدي، وكمان كريم عبد العزيز في الفيلم ده قدم الدور بشكل كويس جدا. كل الممثلين قدروا ان هم يعملوا فيلم مبهج زي فيلم الباشا تلميذ، بس كان بقى رامز جلال او محمد لطفي او حسن حسني او غيرهم من الفنانين اللي شاركوا في الفيلم ده. واكيد وجود حسن حسني في الفتره دي كان من اهم اسباب نجاح الفيلم ده برضه، وده لان حسن حسني افيهاته في الفيلم ده ما زالت بتتاخد على الفيسبوك وفي كل حته لحد وقتنا هذا. الفيلم رقم 3 معانا النهارده هو فيلم همام في امستردام. فيلم همام في امستردام هو كان تاني بطوله مطلقه لمحمد هنيدي، والفيلم ده كان تحدي لمحمد هنيدي، لان في الوقت ده متعارف ان محمد هنيدي بيقدم افلام كوميديه بس او كوميدي صرف ما فيهوش اي حاجه تراجيديه كده. اتفاجئنا في همام في امستردام ان محمد هنيدي بيعمل شويه حاجات تراجيديه فيه او ليها بعد تاني غير البعد الكوميدي البحت. وكمان بجانب ده كله محمد هنيدي قدر في الفيلم ده ان هو يعمل ميكس ويقدم برضه كوميديا وافيهات قادرة ان هي تطلعك من اي مود عكننة عندك. وكمان من المميزات اللي في الفيلم ده ان الفيلم بيحكي قصة صعود او رحلة صعود، رحلة همام من مصر لامستردام. دي في حد ذاتها بتاخدك في رحلة لطيفة كده في الفيلم بتخليك تخرج من اي مود وحش. والفيلم ده هو من الافلام المميزة جدا والقريبة جدا لقلبي لمحمد هنيدي، والفيلم كان من انتاج سنة 1999. والفيلم رقم 4 معانا النهاردة، ولازم نحط الممثل ده ضمن قائمة الممثلين او الممثلين اللي عملوا افلام تفرفشك كده، وهو احمد حلمي. والفيلم ده هو فيلم مطب صناعي. يمكن الفيلم ده مش من الافلام اللي حققت ايرادات عاليه قوي في السينما لاحمد حلمي زي فيلم كده رضا واسف على الازعاج واكس لارج وكل الافلام اللي حققت نجاح لاحمد حلمي دي، بس الفيلم ده فيه حاجه حلوه كده ومبهجه. ويمكن من الحاجات اللي خلت الفيلم ده مميز وحلو بجانب الكوميديا اللي في الفيلم دوت والافيهات الحلوه جدا ان الفيلم مسنود على فكره كويسه برضه. هو الشخص اللي بيحلم يكون شخص ناجح وبيحقق الحلم دوت خلال احداث الفيلم، وبنعيش بقى معاه المعاناه اللي بتحصل له خلال احداث الفيلم والحاجات دي كلها. رحله برضه لطيفه جدا تقدر تستمتع بيها. الفيلم رقم 5 معانا النهارده هو فيلم ابن القنصل لاحمد السقا وخالد صالح. الفيلم ده هو بيعتبر من الافلام الحلوه قوي لاحمد السقا، لان الفيلم ده فيلم مبهج كده. يعني احمد السقا غريب ان هو يعمل فيلم بيميل للكوميدي شويه، ولكن قدر احمد السقا بفيلم ابن القنصل ان هو يعمل فيلم كوميدي مبهج فعلا. وكمان وجود خالد صالح في الفيلم ده والشخصيه اللي قدمها الكوميديه جدا،
طول ما الفيلم شغال تقريبا انت هتضحك منها. مش بس هتضحك من الحوار، هتضحك كمان من عفوية الشخصية دي وتلقائيتها. واحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل في الفيلم ده قدموا ادوارهم بمنتهى البساطة وبدون اي تعقيدات يعني. اما بقى بالنسبة لجانب الايرادات بتاع الفيلم ده، فالفيلم برضه في السينما حقق ايرادات عالية جدا، ودي حاجة كويسة زي ما قلنا على فيلم كوميدي من فنان متعودين دايما ان هو يقدم افلام اكشن. واخر فيلم معانا النهارده وهو فيلم ليه معزة خاصة كده في قلبي، لاني انا تقريبا دخلت الفيلم ده وانا في اللفة. فيلم رسالة الى الوالي من بطولة عادل امام ويسرا. يمكن الفيلم ده كان تجربة مميزة ومختلفة لعادل امام، ان هو يقدم فيلم بيحكي عن عصر مختلف بشكل كوميدي، وده يمكن اللي بيميز عادل امام، ان هو بيعمل كل حاجة واعماله دايما متنوعة كده ومميزة. والفيلم ده فيه مشاهد كتير جدا مبهجة كده وقادرة ان هي تخرجك من اي مود وحش او اي عكننة في دماغك. ودول كانوا 6 افلام لو انت مزاجك متعكنن شويه تقدر تتفرج عليهم عشان تخرج من مود الاكتئاب ده. اكتب لنا تحت في الكومنتات بقى انت ايه اكتر فيلم بتحبه قلناه في الحلقه ديت، وايه اكتر فيلم كوميدي انت بتحبه عموما يعني. ما تنساش لو وصلت لحد هنا في الفيديو تعمل لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد اول باول. وسلام.